الولايات المتحدة تسعى لفرض نفوذها على القارة السمراء في سباق مع الزمن لطرد الروس والصين من أفريقيا للظفر بثروات أفريقيا، وموضوع فرض سقف أسعار الطاقة يدور في الأفق. أما الولايات المتحدة فتتجه بشكل أساسي إلى أفريقيا عبر استثمارات مهمة، وذلك عقب إحساس القيادة الأمريكية بالنقص وشعورها بأن شعبيتها قد انتهت وعجزت، فأرادت استعطاف أفريقيا والاستفادة من ثرواتها والدخول من الجانب الإنساني، ومن ثم اللحاق بالصين هذه المرة وليس العكس، وذلك بعقد جلسة دامت 3 أيام ودعوة 49 من رؤساء الدول الإفريقية. كما صرحت الولايات المتحدة أنها ستقدم استثمارات قدرها 55 مليار دولار أمريكي للقارة السمراء على مدار 3 سنوات المقبلة، مرتكزين على تنمية البنية التحتية. وفي الجانب الآخر تحاول الصين فرض سيطرتها على القارة السمراء عن طريق بناء جسور البنية التحتية، وكذلك الروس عن طريق التزويد بالأسلحة وتواجد مرتزقة فاغنر في نقط أساسية في أفريقيا. وهنا تتضارب الأطماع وتتبادل الصين والروس اتهامات مع أمريكا، حيث صرحت القيادة الأمريكية أن ما تقوم به موسكو والصين تنعدم فيه الشفافية. وقد صرح بايدن أن شركة تمويل التنمية الدولية سوف تستثمر مبلغا يقدر ب 370 مليون دولار جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا. كما صرح أوستن وزير الدفاع الأمريكي واصفا الدعم الاقتصادي الصيني بالغامض، حيث قال: الصين توسع نفوذها الاقتصادي الغامض في أفريقيا لممارسة التأثير السياسي في القارة. فماذا ينتظر بايدن من القارة السمراء؟ وهل يريد إصلاح ما أفسده ترامب؟ في إجابة على هذا السؤال نقول إن القيادة الأمريكية السابقة بزعامة ترامب قد خلقت فجوة كبيرة في العلاقات بين القارة العجوز والقارة السمراء، مما دفع بإدارة بايدن للتحرك من أجل إصلاح تلك الفجوة، وأن السبب الذي جعل الإدارة الأمريكية تبحث عن حلول للاستحواذ على القارة السمراء يعد من بينها التوسع الصيني الضخم الذي أصبح يجعل الأفارقة يتجاوبون مع القيادة الصينية، وهذا ما استفز أمريكا التي تعتبر نفسها أكبر قوة اقتصادية في العالم، وتعتبر إفريقيا هدفا اقتصاديا يجب إحرازه وعدم تركه للخصم الصيني. كما أن التحاق الروس بركب الصين ومحاولة التقرب من القارة السمراء شكل حاجزا ومصدر إزعاج للقارة العجوزة، خاصة بعد سوء العلاقات عقب الحرب الروسية الأوكرانية. أضف إلى ذلك محاولة الأتراك كسب الأفارقة عن طريق بعض الاستثمارات، وبالتالي تعد إفريقيا كأس هذه الدول يجب عليهم القتال من أجل الفوز بأفريقيا. والغريب في الأمر أن القيادة الأمريكية جاءت متأخرة هذه المرة، بحيث إن الصين والروس سبقوا إلى أفريقيا، وبالتالي أصبحت أمريكا لاحقة وليست سابقة كما سبق أن كانت تفعل، فهي دائما السباقة لأي حدث دولي. لكن في ظل قيادة بايدن ساءت الأوضاع. فهل ستموت القارة العجوز قريبا على يد بايدن؟ ومن سيقود العالم، الصين أم الروس؟ إذا وصلت إلى هنا أرجو أن تفعل زر الاشتراك والتنبيهات لتتوصل بكل جديد من قناة أفكار.